يبقى انا ممكن ادور. حسين السيد. لا سنة. حسين السيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا. النهارده بنحتفل بتدشين مشروعات اجتماعية متنوعة لعدد 20 جمعية أهلية موجودة في نطاق محافظة قنا بالتعاون مع منظمة بلان انترناشونال. بلان انترناشونال من المنظمات الأجنبية العاملة في مصر من قرابة 35 سنة، ودخلت نطاق قنا قريب من شهور بسيطة. أطلقت مسابقة للأفكار الإبداعية للجمعيات عشان تشتغل في مجالات التمكين الاقتصادي والصحة والتعليم. الحقيقة تلقت الجمعية أو المنظمة 146 مشروع ممكن تنفيذه من خلال الجمعية. رسل الأمر على 20 جمعية هتنفذ مشروعات في مجال التمكين الاقتصادي ومجال التعليم ومحو الأمية ومجالات البيئة الآمنة اللي هي الصحية. احنا طبعا كل المشروعات دي يمكن هتفيدنا كتير في المرحلة الحالية، ودي أول دفعة من 3 دفعات هتمولهم منظمة بلان انترناشونال بمباركة ورعاية السيد الوزير المحافظ محافظ قنا. الحقيقة معانا في الخطوات الأولى لتدشين المشروعات دي من خلال لجنة استشارية للمشروع تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد وعضوية أكثر من مديرية متخصصة التربية والتعليم والصحة والتضامن الاجتماعي ورؤساء المدن المستفيدة. احنا بنبارك الحقيقة الشغل الاجتماعي اللي هو ممكن يحقق عوائد كبيرة للأسر الفقيرة ويساهم في حل مشكلة محو الأمية، وكذلك توفير بيئة آمنة من خلال التدخلات الصحية اللي هتعملها الجمعيات الشريكة. النهارده كل الجمعيات استلمت الاتفاقيات بتاعتها ال20 اتفاقية مع ال20 جمعية، ودي مرحلة أولى هيتبعها إن شاء الله خلال أسابيع قليلة اختيار عدد 50 جمعية تانية في المرحلة الثانية في مجالات متعددة من خلال التعاون مع هيئة بلان. احنا بنشكرهم وبنشكر معالي المحافظ على رعايته للعمل الاجتماعي في محافظة.